السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في القناه ديالي قناه زهره في الباديه. شكرا على التفاعل ديالكم، على اللايكات، على الكومنتات الزوينين وعلى الكلمات الزوينه اللي كتقولوا في حقي. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. اليوم بغيت نشارك معكم الرايب اللي ما عمرها صدق لها الرايب غادي يصدق ليها. انا بصراحه ما كنصدقليش الرايب البلدي وجربت هذه الطريقه هذه وعجبتني وبقيت كنديرها. عندي هنايا لتر ونص ديال الحليب، السكر على حسب الذوق، 2 معلقات ديال مايزينا نشا الذره، غادي نحركهم مزيان وغنديرهم فوق البوطه حتى يعقدوا شي شويه. غندوب بعدا داك السكر وغنحتاج واحد يوغورت طبيعي مسوس. انا درتو فوق البوطه، غنبقى نحرك فيه ما نحيدش يدي منه باش ما تلصقش ليا ديك النشا او مايزينا في القاع ديال القميله. ها هو بدا كيغلي، غنخليه حتى يغلي مزيان. كما قلت لكم ما رسيتش عليه التحرك. من بعد ما بدا كيغلي صافي غنحيدو دابا من فوق البوطه، ما رسيتش عليه التحرك باش ما يلصقش. غنخليه لواحد شويه بدا يغلي ونحيدو. من بعد ما حيدته من فوق البوطه دابا غادي نغطيه وغنخليه حتى يبرد، ماشي بزاف يبرد، واحد شويه صافي. نخليه واحد 5 دقائق او 8 دقائق بد ما يبرد شويه. غنغطيه باش ما يديرليش هذيك الجلفه من الفوق. من بعد ما برد واحد شويه دابا غادي ندير معاه هاد دانون. غنديرو في الزلافه حتى نخلط معاه شويه ديال الحليب، عاد نردو من تما. غنهز شويه ديال الحليب من هذا اللي في الطنجره وغنخلط مزيان. وغنردو هنايا. حيد هاد المغرفات محتاجاش دابا. غادي نرد هذا هنا ونحرك مزيان. دابا غادي نعمرهم في هاد الجبابنات هادو ديال البلاستيك، كيكونوا تيتباعوا، راه الثمن ديالهم رخيص، الغطايات ديالهم. هادو كيصلحوا في السحور مزوانين، تسحروا بهم او حتى في الفطور. دابا غادي نغطيهم.
من بعد ما عمرتهم وغطيتهم غادي نديرهم في شي بلاصه اللي تكون دافيه. غنخليهم واحد 4 سوايع ولا 5 بد ما يشدوا راسهم، وغنعاود نغطيهم بشي حاجه اخرى. غنحطوه شي بلاصه اللي تكون دافيه واحد 4 سوايع ولا 5، ومن بعد غادي نديروه في الثلاجه حتى يقبطوا راسهم مزيان. الرايب بعد ما خرجتو من الثلاجه كيكون متماسك كما كتشوفوا. خليته تقريبا واحد 5 ساعات برا ومن بعد درتو في الثلاجه. كنقدموه هكا مع اللي بغى معاه السيرو او الشوكولات لاصوص ديال الشوكولا، كل واحد مع اش كيبغي. غادي ندير ليه هذا السيرو. هذا صنع منزلي ان شاء الله دابا نشاركه معكم. وهذا السيرو ديال النعناع حتى هو صنع منزلي، دابا نشاركه معكم ان شاء الله. اسهل طريقه. كيجي المذاق ديالو ديال النعناع. هانتوما كيفاش كيجي شاد راسو ولذيذ، المذاق ديالو ديال المحلابات. كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، وما تنساوش الاشتراك اللي ما اشتركش يشترك، وتعليق زوين واللايك. الى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.